تضامنيا نظمت تمثيلية الجبهة بمقاطعة كناريا أنشطة متعددة تمثلت في افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية من 5 إلى 7 من الشهر الجاري، وذلك بكلية علوم التربية بجامعة لاس بالماس بجزيرة غران كناريا تحت عنوان الصحراويون 50 عاما من التاريخ. في إطار تقليد الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، نظمت تمثيلية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء للذهب بمقاطعة كناريا أنشطة متعددة تمثلت في تدشين افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية، وذلك بكلية علوم التربية بجامعة لاس بالماس بجزيرة غران كناريا تحت عنوان الصحراويون 50 عاما من التاريخ، إذ ضم المعرض 50 لوحة تعكس مختلف مراحل التاريخ وكفاح الشعب الصحراوي وجوانب من الثقافة والتراث وعادات الشعب الصحراوي الأصيلة. المعرض الفوتوغرافي من إنتاج المصور والصحفي خوسيه لويس دي بابلو، الذي واكب كفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة منذ سنة 1974 إبان الحقبة الاستعمارية الإسبانية للصحراء الغربية، كما أنه زار عدة مرات مخيمات اللاجئين الصحراويين وقام بمرافقة مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي لتغطية وتوثيق بعض العمليات البطولية العسكرية ضد قوات الاحتلال الغازية المغربية خلال مرحلة الحرب الأولى قبل التوقيع وقف إطلاق النار سنة 1991. أشرف على افتتاح المعرض سلطات الجامعة، يتقدم خوسيه لويس ألامو عميد الثقافة نيابة عن رئيس الجامعة، جيرمان غيراردو عميد كلية العلوم والتربية التي تحتضن المعرض، كما حضر كذلك المستشارة في مجلس غران كناريا صديق الشعب الصحراوي كارميلو راميراث المكلف بالتضامن الدولي، وكذلك السيدة أنيس ميراندا عضو ذات المجلس ورئيسة الجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية، وأعضاء تمثيلية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء للذهب بالمقاطعة. حفل افتتاح المعرض تخللت كلمات ومداخلات لكل من نائب رئيس الجامعة خوسيه لويس ألامو وعميد كلية علوم التربية جيرمان غيرارد وعضو مجلس غران كناريا كارميلو راميراث وممثل الجبهة بكناريا الأخ علي سالم سيد الزينة، وتمحورت كلها حول أهمية هذه الأنشطة بالنسبة لأسرة الجامعة من طلبة وأساتذة وباحثين للاطلاع على تاريخ وواقع الشعب الصحراوي، وكذا التعبير عن الصداقة والتضامن والمؤازرة مع كفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال، معرجين على روابط الصداقة والعلاقات التاريخية وحسن الجوار التي تربط الشعبين الكناري والصحراوي منذ القدم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المعرض سيدوم عرضه لمدة شهر مايو الحالي، وسينتقل بين عدة كليات مختلفة من الجامعة، كما سيكون مرفوقا بأيام دراسية وإلقاء محاضرات حول جوانب من كفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، من بينها تقديم كتاب جديد بعنوان انتهاكات المغرب للحق في المحاكمات القانونية الواجبة وأثرها على القضية الصحراء الغربية للأستاذ والكاتب الدكتور كارميلو فيليح بيريث، ومحاضرة بعنوان حقوق الإنسان وعمل الجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية من قبل رئيسة الجمعية الدكتورة والمحامية أنيس ميراندا، ومحاضرة ثالثة بعنوان الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية واستنزافها من طرف دولة الاحتلال المغربية للمحامي الدكتور خوسيه لويس عضو الجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية، والمحاضرة الرابعة بعنوان الهجرة في كناريا نظرة إلى جنوب من حدود الجنوب من تقديم الدكتور خوان كارلوس رونيتو مسؤول اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين في كناريا.